هاي هتلر. زمان هتلر حرق اليهود، انما هتلر الزمان ده بيفضحهم وبيكشفهم وبيعريهم وبينهم قدام الجمهور هم قد ايه قليلين قوي. احمد رمضان هتلر واحد من قوات الكوماندوز التاريخيين لنادي الزمالك، واحد من اللي حققوا بطولات وصنعوا المجد وعملوا اسمهم بحروف من ذهب داخل القلعة البيضاء، واحد من القوات الخاصة للكوماندوز اللي حققوا كل شيء لجمهور نادي الزمالك وكانوا السبب في البسمة والسعادة للجماهير، وحاليا هو المدير الفني لقوات الكوماندوز لنادي الزمالك، الفرقة المشاركة في البطولة العربية في دولة السعودية الشقيقة، اللي طلع وفضح مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المعزول وابنه وجميع هزاز الرؤوس. الراجل طلع قال الحقيقة مجردة لحبه وعشقه لكيان نادي الزمالك دون المجاملة او المحاباة لاحد، قالها واضحة وصريحة. ما سافرناش على طيارة خاصة، انا ما بخافش من حد، هما يكذبوا زي ما هم عايزين، انما انا هقول الحقيقة، وسواء خدت البطولة او خسرتها انا مش هكمل مع مجلس ما بيفكرش غير في مصلحته الشخصية وما بيهتمش لا بدعم مادي ولا معنوي لفرق نادي الزمالك. مجلس الإدارة اللي طالع يتباهى احنا ما لقيناش ناكل في السعودية، ما قدرناش يوفروا لنا اتوبيس ينقلنا حتى للمباراة، الكل كان عارف موعد البطولة وحجز الطيران كان الساعة 2 بالليل، وجمهور الزمالك العظيم اللي وقف معانا ولموا من بعض فلوس وحجزوا لنا اتوبيس عشان ينقلونا من الرياض لمكان اقامة المباراة. مش بس كده، ده الجمهور العظيم وفر لنا الاكل بعد ما كناش لاقيين ناكل في السعودية. فضيحة مدوية، فضيحة بتزلزل أركان الكيان الأبيض، فضيحة ما ينفعش نسكت عليها. هتقول لي ما يمكن أحمد رمضان هتلر بيأفور شوية والناس كانت عاملة اللي عليها، ويمكن يعني خد قرشين من المعارضين اللي معاه المستشار. هقول لك كل شيء جايز، بس الكلام ده لما يبقى واحد من هزازين الرؤوس اللي طالعين يقولوه، مش واحد من الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك. وبعدين تعالى معايا كده، ايه رأيك في السكرينة دي سكرينة لجمهور نادي الزمالك وهو بيلموا من بعض عشان يحجزوا الاتوبيس، دي سكرينة للجمهور العظيم اللي حاسس وعارف قيمة الكيان اللي بيعشقه وبيشجعه، دي السكرينة اللي بتؤكد كلام احمد هتلر وبتدل ان مجلس ادارة نادي الزمالك عايش في مية البطيخ. ادي الجمهور العظيم اللي طلع مرتضى منصور قبل كده وقال لهم اشربوا من الخرارة وكلوا خرا، وانا اسف في اللفظ. دول الجمهور اللي عملوا اموشن غضب بلبس تيشيرت اسود، وطلع مرتضى منصور شتمهم وهددهم ان هم ما يحضروش الماتشات. دول الجمهور اللي دايما شايل اسم التيشيرت ده وبيرفعه فوق راسه وعايش على امل واحد انه يشوف فرقته كويسة. الجمهور عمل اللي عليه يا معالي المستشار، الجمهور قدم كل غالي ونفيس وضحى بحاجات كتيرة عشان اللعيبة دي تلعب البطولة، انما سيادتكم لحد دلوقتي ما دفعتوش حتى قيمة الاشتراك بتاع البطولة، ودي كارثة حقيقية. عشان يطلع احمد مرتضى منصور يتوعد احمد هتلر، هتتحاسب على كلامك يا هتلر. ولاحظ ان انت قاعد في الفندق اللي على حساب نادي الزمالك، وركبت الطيارة بحساب نادي الزمالك، وراكب عربية بحساب نادي الزمالك، وبتاكل وبتشرب من حساب نادي الزمالك. لما تيجي لنا حساب. وهنا انا حابب اقول كلمتين للاستاذ احمد مرتضى منصور او قائم باعمال رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك. هو سيادتك بتمن على اللعيبة انك حاجز لهم فندق؟ هو سيادتك بتمن على المدير الفني اللي بياكل وبيشرب وهو في مهمة خاصة مع نادي الزمالك في بطولة يعني تعتبر بطولة دولية زي البطولة العربية وبيشارك خارج البلاد؟ ده شيء طبيعي واقل حاجة يا معالي
الاستاذ يا معالي الكبير قوي ابن الكبير قوي، المفروض ان نادي الزمالك هو اللي بيعمل الحاجات دي، وان الناس دي تعتبر شغالة في نادي الزمالك، فسيادتك لا بتقدم لا منا ولا فضل. اما بالنسبة للحساب، طب قبل ما تحاسبوا احمد هتلر انه طلع قال التصريحات دي، ليه ما بتحاسبوش نفسكم يا احمد بيه عن تأثيركم؟ ليه سيادتك ما بتحاسبش نفسك انك واحد من اهم اسباب تدمير العاب الصالات، انك المسؤول الاول والاخير عن الفضيحة المدوية، انك المسؤول الاول والاخير عن كل الكوارث اللي حصلت دي. ليه سيادتك ما بتحاسبش نفسك؟ وليه سيادتك ما بتحاسبش معالي البابا يا قلب البابا، معالي المستشار مرتضى منصور، على التدمير الشامل للقلعة البيضاء اللي بقت يعني عاملة زي البيت القايل للسقوط؟ ليه يا معالي الأستاذ أحمد مرتضى باشا منصور ما بتحاسبوش نفسكم على الفشل والإخفاقات المتتالية؟ وبعدين تعالى معايا كده عزيزي المشجع الزملكاوي نحسبها بالعقل. الناس اللي بتشكك في كلام هتلر، يعني هتلر كذاب وقال اللي ما حصلش، ماشي. طب شيكابالا كمان كذاب لما طلع وقال ان حجز الارصده مفيش، وان كلام مرتضى منصور كله كذب، ماشي. طب احمد الاحمر اسطوره كره اليد في نادي الزمالك، واللي ما حدش هيقدر يشكك في زملكاويته، اللي طلع وكذبهم وقال لهم اللعيبه ما بتاخدش مستحقات، كان كذاب؟ طب بلاش دول. مصطفى شلبي اللي طلع ورد على عضو مجلس الإدارة خالد لطيف قبل كده وقال إن اللعيب اللي هيتكلم على السوشيال ميديا هنخصم منه، وقال له واحنا بناخد حاجة أصلا. كل دول كدابين وهزاز الرؤوس هم اللي صادقين. طب تعالى نحسبها بالعقل. لما يطلع هزاز الرؤوس لمجرد صورة اتاخدت ما بين شيكابالا وكريستيانو رونالدو، عملوا الافراح واقاموا الليالي الملاح، واسطورة بتقابل اسطورة، وشوف العظمة رونالدو اللي رايح لشيكابالا. كان شيكابالا في الوقت ده ما بيتكلمش وساكت عن فضايحهم، انما لما طلع قال فضايحهم طلعوا هم هزاز الرؤوس في نفس الاسبوع قالوا عنه انه اسطورة من ورق، وانه لعيب كفتة، وانه جاي مبطل، وكانوا مفكرين ان مرتضى منصور جايبه عشان يحطه في الجهاز الفني، وبدأوا في سلسلة التقليل من حجم ومقدار شيكابالا. عرفت ان هم هزازوا رؤوس وملهمش كلمة ولا مبدأ ولا ضمير. عرفت ان الناس دي هم اللي بيدمروا نادي الزمالك. طب انت عارف الناس دي بتعمل ايه في نادي الزمالك؟ عارف يعني ايه الرعاة تهرب منك؟ طب ليه؟ ده نادي الزمالك نادي التاريخ، نادي البطولات، نادي العراقة، نادي العظمة. اللي انت عايز تقوله هتقدر تقوله في حق نادي الزمالك. ليه الرعاة ما بيهجوش لنادي الزمالك وبيهربوا منه؟ هقول لحضرتك، الرعاة بتهرب من كتر ما بيقللوا منهم، انه كل يوم يطلع المعزول ويقول انا هفسخ التعاقد، لو ما عملتوش ده انا مش عارف اعمل ايه. ده غير الالفاظ الخارجة اللي بتتقال على قناة الزمالك من المعزول او ابنه او هزاز الرؤوس. وعلى فكرة ده مش كلامي عشان هتطلع تقول ده انت متزملك وقابض والافلام الحمضانة اللي بتعملوه. بص معايا كده على احمد حسام ميدو قال ايه رأيك؟ احمد حسام ميدو هو كمان متزملك ولا قابض؟ ولا كان بيدعم مرتضى منصور كان حلو ودلوقتي بقى وحش؟ احمد حسام ميدو بيقول لك اللي بتعملوه ودونا في داهية، ارحمونا واتقوا الله شوية في نادي الزمالك. عشان يخش محمد رمضان اخو احمد رمضان هتلر ويرد على هزاز الرؤوس اللي عملوا نفس اللي عملوه مع شيكابالا عملوه مع احمد هتلر. قعدوا يقطعوا فيه وانه قابض وانه فيه وفيه عشان يطلع محمد رمضان ويقول لهم احمد مش اخويا، احمد ابويا الكبير، واحنا مفيش على راسنا بطحة. احنا لما بنتكلم من حبنا وعشقنا لنادي الزمالك. لو ما احترمتوش نفسكم هعلمكم الادب، واللي نفسه يجرب يعرب وهيفرح قوي وهيجيب ناس تفرح باللي هيحصل معاه. يعني خلاص الموضوع بقت خناقة شوارع ما بين اتنين عظام قوي، احمد رمضان هتلر واخوه محمد رمضان، وما بين هزاز الرؤوس اللي هدفهم الوحيد الدفاع عن المعزول وابنه. انما نادي الزمالك
لا يعنيهم في شيء. أظن كده الأمور وضحت وكل شيء انكشف وبان، ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش أخوه باللايك فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندي.